بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع بعض منهج الصف الأول الإعدادي. معاكم دكتورة مروة الصاوي، دكتوراه في الكيمياء الحيوية وماجستير في الكيمياء الحيوية والدبلوم التربوي في الكيمياء الحيوية، كلية العلوم جامعة الزقازيق بتقدير امتياز مع مرتبة شرف. إن شاء الله هنكمل معاكم. اختبر فهمك بعد ما كنا شرحنا الدرس الأول، وهتلاقوا لينك الدرس الأول في آخر الفيديو. نبدأ مع بعض كده. أول سؤال: وحدة بناء وتركيب جميع المواد هي؟ طبعا يا ولاد، احنا قلنا أول ما أشوف كلمة وحدة بناء يبقى احنا بنتكلم عن الذرة. زي بالظبط وحدة بناء الجسم هي الخلية اللي خدناها في سنة 6 ابتدائي. هنا برضو بنتكلم عن وحدة بناء المادة وهي الذرة. العالم الذي وضع أول نظرية، طالما شفت كلمة نظرية يبقى ده مين؟ دالتون. لأن رذرفورد وضع أول نموذج علمي، فناخد بالنا لو شفنا كلمة نظرية يبقى ده دالتون، لو شفنا كلمة رذرفورد يبقى احنا بنتكلم على أول نموذج علمي على أساس تجريبي عن الذرة. الجسيمات دون الذرية المكونة لنواة ذرة النيون. لو قالك جسيمات دون ذرية بس يبقى هو بيتكلم عن بروتونات، إلكترونات، نيترونات. لكن لو قال لي المكونة لنواة ذرة أي عنصر، طالما في نواة يبقى النواة أصلا لا تحتوي غير على بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة، اللي هي الإجابة رقم ج، اللي هي البروتونات والنيترونات. طيب أي مما يلي يعبر عن خصائص البروتون؟ المفروض الإجابة هي رقم دي، 1 يو برضو ولكن بوزيتيف 1. يبقى إذا الإجابة هي 1 يو وبوزيتيف 1. طيب أي مما يلي يعبر عن أحد العناصر ورمزه الصحيح؟ طبعا يا ولاد الصوديوم هنا مكتوبة غلط، المفروض ان الصوديوم Na، والحديد المفروض الحديد هنا مظبوطة، الحديد Fe. النيون لأ طبعا، النيون Ne، والكلور Cl. من الجدول المقابل العناصر الثلاثة اللازمة لنمو النبات، احنا طبعا عارفين ان هي NPK اللي هو النيتروجين والفوسفورس او الفوسفور والبوتاسيوم كي. يبقى ادور على المركبات اللي فيها الثلاث عناصر دول. نيجي كده الاول مركب هنا او صيغة كيميائية للمركب ده FeSO4. طبعا دي بتحتوي على ذرة من الحديد وذرة من الكبريت و4 ذرات من الأكسجين. إذا فهو لا ولا في N ولا في B ولا في K. طيب هنا في N في B هل في K؟ لا، يبقى ده كده بيحتوي على N و B، يبقى ده هيبقى معانا. طيب نشوف اللي بعده، ال KNO3 ده بيحتوي على N؟ بيحتوي على B؟ لا، بيحتوي على K. يبقى اذا هنختاره معانا. لكن ال NaCl، ال Na على بعضها محدش يتلخبط بين ال N وال Na، لان ال N ده هو النيتروجين لكن ال Na هو الصوديوم وال Cl هو الكلور. الإجابة الصحيحة هي رقم 2 و 3، يعني رقم ج. الإجابة ج هي الإجابة الصحيحة.